أبو الحسن الأشعري اللي كان أشعري ورجع إلى عقيدة أهل السنة في كثير منها، وافق الحنابلة الإمام أحمد بن حنبل في كثير منها، خرج من المذهب الأشعري بحكاية طريفة. جوز أمه أبو علي الجبائي كان رأس الاعتزال، معتزل، وأبو الحسن الأشعري ظل معتزليا 40 سنة حتى وصل إلى قمة هذا المذهب. والجماعة الأشاعرة لهم كلمة قبيحة كده بيقولوها، يقولوا إيه؟ يجب على الله أن يفعل الأصلح لعباده. يجب بأي حق؟ يجب على الله للعباد. وهل لأحد من عباده عليه حق؟ لا، ما فيش حد له حق عليه أصلا إلا ما أوجبه تبارك وتعالى على نفسه. يبقى صار واجبا بوعده إيانا بس، لكن ابتداء كده ليك عنده حاجة؟ لا، ما لكش عنده حاجة ولا لك عليه حق. خلقك فسواك فعدلك وأنعم عليك وخلقك من عدم، فإيه اللي لك عنده؟ فدي عبارة قبيحة يرددونها، يقولون يجب على الله أن يفعل الأصلح لعباده. المهم في يوم من الأيام أبو الحسن الأشعري تكلم مع زوج أمه وافترض له مسألة عشان نمشيها على الأصل بتاع المعتزلة دول، يجب على الله أن يفعل الأصلح لعباده. قال له طيب، 3 إخوة، واحد كبر وعمل صالحا فآمن ودخل الجنة، ورجل كبر فكفر ده دخل النار، وآخر مات قبل أن يبلغ. ايه رأيك في دول؟ قال له الأولاني في الجنة واللي مات على الكفر في النار. قال له طب والثالث؟ قال له في الجنة في درجة أقل من درجة أخيه. خلاص، خلي بالك من المثال العجيب ده. خرج من المذهب بعد 40 سنة بسبب المناظرة دي. فالولد الصغير قال يا ربي ارفعني إلى منزلة أخي. قال لست مثله، هذا كبر وآمن وعمل الصالحات، وانت مت وانت صغير ما عملتش صالحات، فهو يمتاز عنك بعمل الصالحات. قال يا ربي بس انت موتني وانا صغير، لو كنت تركتني لعملت الصالحات وبقيت زي اخوي. فقال له قد سبق في علمي أنك لو كبرت كفرت، فرحمتك وقبضتك قبل أن تبلغ، لأن مصلحتك في كده. فحينئذ صرخ الذي في النار قال يا رب لما تركتني أكبر؟ ليه ما أبطنيش زي أخويا؟ وأنا إيه مصلحتي إن أنا أدخل النار؟ ما يقول الشيخ ده؟ أبو الحسن الأشعري يقول لأبي علي الجبائي ما يقول الشيخ في المعادلة دي؟ فسكت. قال سكت حمار، وقف حمار الشيخ. وطلع بقى من المذهب الأشعري، راح وتمذهب لمذهب السلف. يقول أبو الحسن الأشعري ده في قوله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، يقول إنما مدح الله عز وجل نفسه بأنه استوى على العرش، فدلنا على أن العرش بخلاف الحشوش. الحشوش عزكم الله مقالب الزبالة والكلام ده. فلو جاز أن يكون الله عز وجل في كل مكان لجاز أن يستوي على الحشوش، ولا فرق بين الحش والعرش طالما كل مكان كله زي بعض. يبقى ربنا عز وجل لما يقول الرحمن على العرش استوى، ومعروف ان العرش هو سقف الجنة وانه في السماء السابعة، فلما يقول استوى على العرش فهذه آية مدح يمتدح الله عز وجل نفسه بأنه استوى على العرش، فدل على أن العرش بخلاف الفرش. فلو كان في كل مكان لما كان هناك فرق، ولما كان هناك فائدة أن يقول استوى على العرش وقد استوى مع الفرش، فدل على أن العرش بخلاف الفرش.